أعزائي المشاهدين، السلام عليكم من فوق الغارة، من فوق قلعة الغارة. نحييكم من التاريخ، من تاريخ يافع العظيم المشرف الذي رفع رؤوسنا فوق من قلعة السلاطين. من هنا كان الحكم وكان التنفيذ. فقرة جديدة مع أبو جراح من داخل سلطنة يافع العظمى. الحين معنا مقابلة مع شخصية تملأ يعني كلها تاريخ، عاشت وسط التاريخ ومليانة تاريخ، وستحدثنا عن التاريخ. أبونا الغالي محمد ناصر ماطر، وهو يعني أحد شخصيات الغارة، يعني امتزج التاريخ بدمه. فاليوم سنسأله نحن عن التاريخ وعن يافع وكيف كانوا يعيشون وكيف كانت السلطنة. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. صحة وسلامة. الحمد لله. قبلنا منكم صالح الأعمال. إن شاء الله. الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يحفظك. رمضان كريم. نصلح معك لقاء بسيط نوصل الفكرة للعالم الخارجي، يعني عن الغارة وعن تاريخها وعن السلطنة وعن القبائل وكيف كانت تحكم. لا حتى من وقتك دقيقتين ثلاث. والله هي الغارة تعرف لك، يعني الغارة كانت يعني عاصمة ليافع، يعني أبا عن جد، يعني الناس عاشوا فيها وكانوا بيحتكموا فيها وكانوا يعني يغزون منها نعم. يعني كانت لهم يعني صولة وجولة، يعني صولة وجولة يعني في كل التاريخ. اليمن. ايوه. وعاشها يعني السلطنة فترة يعني كبيرة من الزمن، يعني تقريبا تجاوزت يعني 300 أو 400 سنة ما شاء الله. يعني تاريخهم. وعاشوا هم أهل الغارة يعني أهل وأخوان. وكانوا يعني أيام الأعياد يفرحون مع بعض، وأيام الحزن يحزنون مع بعض. صحيح. وأيام الخروج يعني إلى المناطق اليافع يعني بيخرجون مع بعض، ما يخرجون إلا يعني بمساعفة أهل الغارة. نعم. وكانوا عايشين يعني حب وأمن. يعني الآن كم منكم أسر عايشين بالغارة؟ باقي 13 أسرة. 13 أسرة، يعني شبه إن خلاص باقي قليل، وإنها 13 يعني جزيرة. لا بقية 3 أسر نزلت، 3 أسر. وبعدين عادت الآن بدأت تكاثر. لا وعادوا ناس يعني من السوق. كان الانقراض. الانقراض شبه. الحمد لله يعني الغارة يعني تكون ما تخلى إن شاء الله يعني. ايش توصل رسالة؟ والله رسالتي لأهل الاقتدار بأن يلفتوا للغارة يعني، وأن ينظروا إليها ربنا فاحصة يعني كأم يعني. الغارة حرام يعني تهمل وتهجر يعني بهذا الطريقة يعني. وأنا أعتقد أنه كل واحد يعني عاش في الغارة يحس فيها ويشعر فيها أكثر مما يشعر فيها الآخر الذي يعني ما عاشوا فيها ولا حاجة. نعم. جزاك الله خير. والله يديك الصحة والعافية. مشكور. الله يرضى عليك. مع فقرة اسمها هي عبارة عن هدية. نحن نقدم هدايا لبعض الأسر هم يستاهلون. خليكم معنا. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. وصحة وسلامة. كيف اخبارك؟ طيب. كيف الوضع معكم بالغارة هنا؟ والله ان شاء الله طيب. كيف الامور؟ والله تمام ان شاء الله. المياه معاكم هنا الحمد الغارة لله. زي الشتاء، ايام الشتاء تمام الحمد لله. بس تعب مشقة. نعم. وكيف الوضع؟ هذا انتبه المرحوم حسين علي، الله يرحمه ويشكره. هذا كانت شخصية سبحان الله طيبة، صاحب كرم وعطاء. حسان من ما يتذكر حسان الشخصية المرحة، الشخصية الطيبة، الشخصية التي يعني ترحب بالسهل. هنا هنا كان بيته باب الغارة، كان يرحب كل من يحضر من يافع. شخصية طيبة ومرحة كان. وهذا ابنه. الله يرضى عليكم. معنا لكم هدية بسيطة مقدمة من محلات محمد السفالي وأولاده، وهي عبارة عن سلة غذائية مقدمة من محلات محمد سنان البكري السفالي، وهي عبارة عن سلة غذائية. هذه الهدية المقدمة من محلات محمد السفالي وأولاده، وهي عبارة عن سلة غذائية تستاهل والله وأكثر من كذا. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. وهذه كمان مقدمة من
هديه ماليه مقدمه من مركز دبي مول. مركز دبي مول عباره عن 25,000 فوق سلم غذائيه اسره تمام ما معهم حد. الله يرحمه ابوهم توفى وكان صاحب كرم واخلاق وطيب وما لا نهايه. هذه هي الهديه، الله يرضى عليك، كل عام وانت بخير. ومعنا احد الاخوان، السلام عليكم، كل عام وانت بخير، كيف الحال؟ الاسم؟ عادل علي عبد الله. عادل علي عبد الله. عادل علي عبد الله راعي الاغنام المشهور ما شاء الله، صح؟ ها التصول تقول جبال الغاره، هذا عنده كم راس غنم وصوله يقول من الصباح حتى المساء. والله معنا لك هديه بسيطه مقدمه من الرشيدي. الف الف مبروك، تستاهل انت اكثر من كذا، الله يرضى عليك. كل واحد هو راضي بما كتب له الله سبحانه وتعالى. وتغيرت الامور وتبدلت وجاءت يعني بعدها يعني مراحل، في منها يعني مراحل يعني رخاء و يعني صرت يعني تحسنت الاوضاع، وفي منها بعضها يعني تغيرت الى اسوء وهكذا. والامور الحمد لله يعني تحسنت الاوضاع، وفي منها بعضها يعني تغيرت الى اسوء وهكذا. معنا هديه بسيطه مقدمه لك اخي خبر، هي عباره عن 25,000 ريال مقدمه من الشيخ فهيم ابو فهد اليزيدي. الشيخ فهيم ابو فهد اليزيدي قدم لك هديه، عباره يعني عن هديه طيبه في شهرك الكريم. جزاه الله خير. تستاهل ان شاء الله. تفضل اخي، الله يحفظك ويديك الصحه والعافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذنا العزيز الغالي مربي الاجيال الاستاذ حسين علي، حفظك الله ورعاك، شهر كريم، كل عام وانت بخير. كل عام وانتم عواد ان شاء الله، كل عام وانتم بخير وانت بصحه وكرامه ان شاء الله. الله يحفظك. خطوه عزيزه جت لها حاسه يافع التاريخيه امانه. الله يحفظك ولنا الشرف. هذه امانه حاسه يافع التاريخيه. استاذ حسين كلمنا عن الغاره وعن التاريخ وعن هذه الاجواء. هذه الغاره التاريخ اللي هو تاريخ البعيد يعني تبع حمير والمباني هذه قدامكم موجودة تشهد من ايام حمير وتبع، ومرورا لعده يعني سلطنات عده مماليك يعني. نعم. هذه كانت ملمة الخمسة المكاتب او العشر نعم. المكاتب. نعم. وهي العاصمة التاريخية اللي في اي مكان سواء بالداخل او بالخارج في بقاع الارض كلها. نعم. كلمنا عن رمضان في الغاره. رمضان هو زي كل عام منذ القدم او عمرنا حياه عمرنا يعني هو جميل جدا منذ طفولتنا. الحمد لله. ويذكرنا بايام الطفوله يوم كنا صغار يعني كنا صغار نستقبله كثير، نستقبله بالاناشيد وبالاستغفار، كل ما هو طيب. يعني لا زلتوا تتعاملون مع رمضان وكانكم قبل 100 سنه او نعم او اكثر يعني، عكس المدن، عكس المناطق الثانيه خلاص راحت منهم العادات والتقاليد. ليش؟ انهم بيكونوا لفيف او خليط يعني من كل اسمها بالمدن لها. نعم. لكن هنا الارياف عادات وتقاليد تظل ثابته وحلوه. الحمد لله. ويقول لكم لا زالوا محافظين على العادات القديمه، يستقبلوا رمضان بالطريقه القديمه. هي من السنه ومن القران كلها يعني، ماشي نعم. ماشي نعم. زي ناس يقولون انها هذه العادات انها بدعه، وانها مش بدعه، هي من لا بس فرحه برمضان. ايوه هي كلها ماشي جاليه او هكذا يعني، لا هي من السنه والقران كلها. الحمد لله. فيها اغاني وفيها اشعار وفيها مناسبات. نعم. فيها يعني قصص. الحمد لله. فيها ضحكات وفيها كل شيء. كل شيء موجود. الحمد لله رب العالمين. كيف شفت الزوار يجون الى الغاره؟ الزوار بيجون دائما يعني على طول خط حسن بتاعت الطريق، ويجون من كل مكان. هنا بيقولون انها منطقه يعني سياحيه. نعم سياحيه. يقدر يطلع الانسان على الجبال يعني، هذه كانها وسط الغاره. نعم على كلامه كلها يافع. تحت الانظار، النبعوس، اليزيدي، السعدي، كلد، كلها يافع تحت الانظار. من ياتي للغاره يناظر كل شيء. الله يرضى عليك يا عم حسين. كيف شفت البرنامج حقنا؟ مليح برنامج ممتاز وحلو، وانتم فرحين كذا وكل شيء.
الحمد لله. شباب طيبين الحمد لله. نظيفين أنيقين. الحمد لله. وانت شكرا لك. مع هذه الاجواء الرائعه شوفوا هذه يافع بحلتها الطيبه، وهذه من فوق قلعه الغاره، وكان الابعوث امامنا ومكتب السعديه امامنا. فالمنظر هذا بحد ذاته يعطيك الالهام ويعطيك السرور ويجعل قلبك شرحا مع هذا المنظر الطيب. نستودعكم الله مع حلقه جديده، انتظرونا في امان الله.